يلا بينا نجرب ميك اب جديد. الفقره المحببه لقلبي ان انا اطلع اجرب معاكم ميك اب جديد. هنجرب النهارده ميك اب جديد، وبالمره هنعمل ميك اب لوك بالوان جديده برضو علينا ما عملناهاش قبل كده. طبعا هتقولوا لي طالعه لنا بالمنظر المخيف ده ليه؟ هقول لكم علشان كنت بجرب معاكم الفاونديشن ده في الفيديو اللي قبل ده على طول. المهم ان انا استخدمت الفاونديشن هنا من غير اي برايمر ولا اي حاجه تاثر عليه، وهنا بقى هستخدم البرايمر ده من بنفيت تحتيه، ونشوف الفرق مع برايمر ومن غير. اوكي، انا كده حطيت البرايمر على اماكن المسام. تعالوا بقى بينا ناخد من الفاونديشن كده، بس عند الزوايا هنا كده البتاعه دي بحسها ان هي ما بتدخلش قوي، او ما بعرفش، بحسها بتطبع، فعملتها بالفرشه. مسكت الفرشه كده وتبيته هنا كده. هاخد من البلاش ستيك ده اللي هو برضو من ريل بيوتي، الدرجه بتاعته 4، وهاخد منه كده اعمله ككونتور وبلاش، هو درجته حلوه قوي. وهاخد منه بالفرشه كده، والحركه دي علشان ما تخليش وشك يبقع، هتوزعهولك بشكل افضل. دمجه سهل جدا ولا بيبقع، وثباته حلو. وحطي عليه بس عشان هو ستيك كريمي، حطي عليه تاتش بلاش باودر، هيثبت معاكي طول اليوم، هيبقى حلو قوي للاستخدام اليومي برضو. هاخد البرونزر ده من ميبلين واحطه هنا كده. بحس ان بتاع ميبلين ده خفيف قوي، يعني مش عارفه طلعت عليه هبه. هو دمجه حلو وكل حاجه، بس حاسه الوانه خفيفه قوي. انا استخدمت الاسنس كامفلاج ده هنا كده علشان بس ينحت لي الحتتين دول كده ويعمل لي ليهم كونتور. فاكرين الكونسيلر اللي هو بتاع مكياج ده من اخر مره استخدمته معاكم؟ هي كانت اول مره اصلا وما استخدمتوش تاني. تعالوا بقى ايه ننور بيه هنا كده. تعالوا نجرب بقى في العيون الصغننه دي كده بدمج الكونسيلر. احنا ناقصين شلل، مالها الفرشه. علشان اشفط اي زيادات بقى من وشي، قمت جبت بلندر بلتها، وبتمسكيها تعصريها كده قوي 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 في قلب المنديل، بحيث ان انت تطلعي كل زيادات الميه اللي فيها. وتعالوا بقى ايه نمشيها كده بطبطبه بالراحه على البشره. استخدم اللوز باودر بتاعت فيت مي درجه رقم 10 علشان اثبت بيها وشي كله. الاول هثبت اللوز باودر كده بفرشه، عشان بحس بايه بقى، ان انتي لما بتعملي دي على طول، في بنات ما بتعرفش تتحكم. انا ساعات ما بعرفش اتحكم فيها، بفضل اطبطب بالباودر، فالباودر مع الكريم الاساس بحس ان هما بيدوا كلكعه كده مع بعضهم. فخلينا ندي تاتش خفيف كده بالفرشه، نثبت كل حاجه مكانها، وبعد كده نبقى نتاب بالبف. اهم حاجه ان انت تنفضي اي زياده من الباودر من على الفرشه، خليها كلها متشبعه بكميه متساويه كده بس منفوضه. بعد كده بقى بالباف بتاعتي هحطها في اللوز باودر كده، وهنفض منها اي زياده، هتبقى متساويه كده. وبعد كده هتاب برضو كده بالباف. هستخدم الدرجتين دول من ريل بيوتي، الدرجه على بيتش كده، والدرجه التانية على بلاشر محمر. هاخد من البيتش دي واحطها هنا كده، هاخد من البينكي دي وهحطها هنا كده. شوفوا لي جمال البلاشرات دي من البراند بتاعت ريل بيوتي دي. البلاشر ده حلو جدا. يلا بينا نعمل ميك اب العيون. هستخدم المثبت بتاع انجلوب ده لتثبيت الحاجب، وهمشط كده عكسي، وبعد كده هرجعهم تاني مكانهم. هرسم حواجبي بالقلم ده برضو من ريل بيوتي، وهستخدم الناحيه القلم دي كده، وابتدي ارسم الحاجب من تحت كده. هاخد الناحيه الفلوماستر دي سنها رفيع قوي، وهرسم بيها شعره شعره من قدام. تيجي الخطوه اللي ما ينفعش ما تعمليهاش ما دام عامله ميك اب تقيل والجو ده، انك تنضفي تحت الحواجب كده. فانا هنضف بعجله الكريولين دي تحت الحواجب. تعالوا نعمل بيز الاي شادو بالستيك برضو ده الغامق ده هنا، وندمجه كده علشان ايه يوضح اللون معانا اكتر.
ان انا تقريبا هعمل لكم ميك اب لوك على فستان كشمير، لان ده بيجيلي كتير قوي. تعالوا بقى نجرب النهارده باليت الاي شادو دي من ريفوليوشن. الوانها الصراحه حلوه جدا. بصوا الالوان من جوه تقريبا فيها كل الالوان اللي احنا بنحتاجها يوميا. مسحوا الفرشه بس اهم حاجه من اي لون كده سابق عليها علشان ما اغيرش على الوان الاي شادو اللي هتاخديها. وتعالوا بقى نجرب البيجمنت بتاعها عامل ايه. انا باخد اللون ده مع اللون ده وبعملهم هنا كده از لون انتقالي. واحلى حاجه وانت بتعملي الاي شادو الخطوه اللي تعمليها هنا اعمليها برضو في العين التانية علشان ايه تبقي ماشيه مظبوط. هاخد اللون البني ده وهحطه هنا كده في مقدمه العين. انا يعتبر بحدد بيه اخر الجفن المتحرك هنا كده. وهاخد برضو نفس اللون البني وهحطه من اخر الجفن هنا كده. تحطيه كأنك بترسمي بيه ايلاينر هنا كده. فرشة صغنطوطة هاخد اللون اللي جنبيه ده وهوزع اللون هنا كده. فرشة كده وينج للايلاينر وهاخد من اللون الاسود بتاعها ده هرسم بيه زي ايلاينر هنا كده. هحدد بس اطراف اللون البني. واللون الاسود ايه قوي. بالفرشة تاني اللي كنت حاطة بيها اللون البني وهاخد من البني الغامق ده وتفضلي تدمجي بقى الاسود في البني تموهيهم في بعض كده. بصي تفضلي تدمجي كده بس تنويها اطراف اللون الاسود في البني. الفرشة والقلم الاسود كده انا مشيت على خط الرمش. اخدت من الاي شادو لان الاي شادو بتاعها بصراحة تحفة واخدت وفضلت امشي كده من جوه وعلى خط الرمش بالظبط باللون الاسود كده عشان يكحل معاكي الشكل ده كده ويديكي سحبة العيون اللي انت عايزاها. بعد ما بموه الاسود باللون البني الغامق ده بموه بقى الاطراف الاخيره. بمسح الفرشه قوي قوي قوي. شغاله بنفس الفرشه على فكره الصغنطوطه دي. وباخد من اللون الفاتح ده وبموه الاطراف هنا كده. تعالوا بقى نجرب لون الشيمر. هناخد الشيمر ده ونحطه هنا في النص كده. الباليت كلها مفيهاش ولا غلطه والله حلوه جدا. شايفين اللون الجولد ده اخدته وطبطبته على اللون الكشميري اللي هنا ده علشان يقلب كده بداية مرة بينك مرة جولد كده يعني. طب كده خلصنا؟ لا هاخد من اللون الكشميري ده وهدمج الاتنين حرفين دول كده ببعض. حرف اللون ده مع حرف اللون ده الحروف بس كده هموهها ببعضها. وهنا كذلك بالفرشة اللي كنت منضفة بيها الكونسيلر وبنضف من فوق اللون البني كده. وهحط اللون الفاتح اللي في الباليت ده من هنا كده. الشمر بتاعها كريمي بشكل رهيب زبدة كده. فوق العيون كافي ووافي. فانا تحت العيون هاخد من اللون الكشميري ده وهحطه هنا كده. مش هتقل قوي تحت العيون. هنخلي التركيز كله على فوق. ماسكارتك بقى وماسكار الرموش. حسيت ان الموضوع محتاج لمعة فهحط شوية جليتر هنا كده فوق الشمر. لزقت رموش ودلوقتي هحط الليب لاينر ده من اسنس درجة سبايس سينامون تقريبا. انا همشي عليه الدرجة دي الاول من ميبلين رقمها 5. حطيت الدرجة دي معجبتنيش فهمشي عليها درجة 35 تشيكي من ميبلين. ده كده الفاينل لوك. اكتبولي انتوا رأيكم عجبكم ولا لا.